سؤال: ايه هو اهم سلاح عندي اللي ما يتسموش؟ طيران ايه يا عم؟ لا لا لا، مش طيران. عساكر ايه يا اهبل؟ مفيش، لا مش عساكر، لا لا. هسهلها لكم: سلاح سري. نووي يا ابن الهبله، بقول لك سري، ده العالم كله عارف، ده محمود عبد العزيز كان ناقص يبعت لنا لوكيشن في اعدام ميت. وبعدين احنا هنا بنتكلم عن حاجه اقوى من الاسلحه الهيدروجينيه والكيميائيه والنوويه. برافو عليك. ايه الاعلان؟ يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل. وهنا اهم سلاح في الاعلام هو السينما. سامعك على فكره، وهفهمك. السينما هي صاحبه اكبر جمهور وسط اي حاجه بتتشاف او بتتسمع. وانا هنا بكلمك عن السينما اللي انت بتنزل تروح تقطع تيكت وتتفرج عليها، او السينما اللي بتجيلك لحد البيت اللي هي الشاشه الصغيره، وحتى كمان اللي على البلاتفورم. وده طبعا غير اللي انت بتنزله من على النت. يعني باختصار السينما هتوصلك من اي مكان في العالم وباي لغه وباي طريقه. ولو جينا مثلا نبص على فيلم زي افاتار هنلاقيه عامل ايرادات 3 مليار دولار. يعني لو حسبنا تذكره السينما مثلا اللي هي المتوسط بتاعها مثلا 10 دولار، هنلاقي ان اللي حضر الفيلم ده بس حوالي 300 مليون بني ادم. ده اللي هو اكبر من ضعف سكان روسيا واقل من عدد سكان امريكا، حاجه بسيطه. هنا احنا بنتكلم بس عن الناس اللي نزلت وراحت بس السينما عشان تقطع تذكره. يعني هنا ما جبناش مثلا سيره اللي نزلوه من ايجي بس. يعني المسلسل ده مثلا جايب 44 مليون مشاهده، في 100 مليون بس من مصر شافوه على النت او شافوا الحاجات اللي هم عايزين يشوفوها. يعني كل فيلم بقى او مسلسل من دول بيبقى جواه مبادئ وافكار بتوع مين؟ برافو عليك، بتوع الناس اللي بيعملوا الفيلم او المسلسل. المبادئ دي ممكن تبقى حلوه وممكن حاجات ما تبقاش حلوه، ومش لازم تكون مش حلوه ان هي مش حلوه في المطلق. لا، ممكن تكون مش حلوه ان هي مش ماشيه مع مبادئك وافكارك، ممكن ما تبقاش ماشيه مع عادات وتقاليد البلد اللي الفيلم نازل فيه، فساعتها انت هتبقى معترض عليها. لكن هنا بقى لو تعرضت للمبادئ والافكار دي بشكل مستمر هتأثر على مبادئك وافكارك اللي انت اتربيت عليها. ولو انت بقى شايف نفسك الشبح الجامد اللي مش هتتأثر، احب اقول لك فكر تاني، لان انت مش هتحس اصلا بحاجه. لو رجعت بس 5 سنين لورا هتقول انا مستحيل افكر بالشكل ده. مين بقى اللي قافشين الحوار ده؟ برافو عليك، ولاد اللي ما يتسموا. يعني بالاخر كده اللي معاه الحديده يعمل من جلد مائير شهيد. وهم ما عرفوش الموضوع ده لوحدهم، لا هم اتعلموه لانه هم شعب جديد اصلا. بس الغريبه بقى ان هم اتعلموه من مين؟ اساتذه المجال واول ناس استخدموا الاعلام بشكله الحديث في حشو دماغ البني ادمين باللي عاوزين يقولوا. النازيين. نازيين ايه؟ هم كانوا في ايه ولا في ايه؟ يعني هتلر ساب الحرب وتشرشر وحرق اليهود وكان رايح يعمل في افلام؟ والله زي ما بقول لك كده، لان هو كان عارف هو بيعمل ايه. وخليني احكي لك القصه من الاول. بعد الحرب العالميه الاولى المانيا كانت بكح تراب، شعب مش لاقي ياكل وتعبان ومهزوم، وسهل جدا ان يمشي ورا اي حد يطبطب عليه ويقول له ان بكره احلى، وان العالم بيتامر ضده، وان انت شعب امور وجميل وابن ناس، امشي بس ورايا كده وربنا هيكرمك. وده بالظبط اللي عمله الحزب النازي في المانيا. منشورات تلاقي، اذاعه تلاقي، مكبرات صوت في الشارع تلاقي، ده لدرجه ان مسيره من 15,000 واحد اتقال عليها مليونيه. زن 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 على دماغ الالمان لحد ما الشعب النازي مسك الحب. بقى نتهد ونشوف هنبني المانيا ازاي. لا لا، عمك هتلر راح معين وزير اعلام اسمه جوزيف جوبلز، اللي هي كانت ساعتها وزاره الريخ العام للتنوير والدعايه، عايزين ينوروك. جوزيف ده كان هو المسؤول عن كل خطابات الكراهيه يعني لكل ما هو مش الماني. عارف اللي هو انت مش الماني يبقى انت كخ. وكان من تبعات ده الهولوكوست نفسه. يا عم انت في ايه ولا في ايه؟ انت مش قلت عايز ابني المانيا؟ ابني بقى يا ابني. وبعدها باسابيع في يونيو 1933 اتاسست غرفه الرايخ السينمائية. ده برئاسة مين؟ برافو عليك، مش محتاجة فقاقة، جوزيف جوبلز شخصيا. ايوه بس دي هتعمل ايه؟ السيطرة على صناعة السينما. مبدئيا كده حظر الافلام المعادية لسياسة الحكم، حتى لو انت شايف ان في حاجه وبتنتقدها هيطلع عين امك. يعني لو انت بتعمل حاجه يعني مش ماشيه على هوانا، يبقى اتكل على الله. الاشراف على التمويل وعلى توزيع الافلام وعلى دور العرض السينمائي. بص بروح امك، يعني هنشرف على كل حاجه. ده طبعا غير تنظيم العقود بين شركه الانتاج واللي شغال في الفيلم. يعني جوملز ده كان ناقص يقف على مكنه الفشار في السينما، ده اللي كان ناقصه بس. والطلب من كل اللي شغالين في السينما ان هم يخشوا الغرفه دي.
بالظبط زي النقابه عندنا. ممثلين بقى، مخرجين، منتجين، عم سايب بتاع البوفيه، اي حد في الشغلانه من الاخر يشتغل من خلالنا. اصل انت معلش لو ما اشتغلتش تبعنا مش هتشتغل، يا تشوف لك شغلانه تانية بقى ما تعرفناش، يعني اشتغل محامي بقى والعياذ بالله، افتح لك عياده بقى. ايه ده مش عاجبك؟ بصبرك بقى واتكل على الله، مش عايزين. وده فعلا اللي عمله اكتر من 1500 مخرج ومنتج وممثل. هيعملوا ايه في المانيا؟ هم شايفين ان ده قمع على الابداع، عايزين نعمل سينما مش جايين ننفذ اجنده. عندك مثلا ماكس اوفلز اللي اشتغل بالمناسبه بعديها في امريكا وفرنسا وترشح للاوسكار مرتين، وبعدها بقى الافلام بقت عن ايه؟ عن الجنس الآري وحلاوته وطعامته وجماله وانتصارات الجيش الالماني ونظريات المؤامره بقى اللي بتحصل على المانيا. بصوا من الاخر احنا جايين نعمل افلام بتوجه نازي صريح، هنقول اللي النظام الالماني عاوز يقوله. ومن اهم الافلام السياسيه اللي طلعت في الفتره دي كانت فيلم انتصار اراده، اللي كانت من بطوله هتلر شخصيا. طب ما كان كمل والله في المجال ده، يعني ما السينما مش محتاجه دراسه. وبعدين والله الواد كاريزما يعني ونيرفو عالي وعنده قبول يجي منه. يعني الصحفيين والنقاد دول تبع وزاره الاعلام صح؟ تعالى يا ابني تعالى، مفيش حاجه اسمها نقد سينمائي خلاص، ما لغيناه. بص هنخليها ملاحظه الفيلم، اللي هو يعني ايه، يعني نقول الفيلم ده حلو وجميل وبتاع، اللي هو طبل شويه مش بقى تقول لي بقى رايك بقى وقيمته الفنيه، طلع عين امك. عايز تقول رايك. زعفران. طبعا كل الظروف المنيله دي ما يتعملش فيها فيلم عدل، فطبيعي ان الافلام ما بقتش تجيب ايرادات، غير ان السوق الاوروبي اللي هو كان معتمد عليه اصلا السينما الالمانيه قفش عليهم بقى. ومع ذلك برضه فضلت غرفه الرايخ مسيطره ومكمله عند لحد ما انهارت 1945، اللي هو مع انهيار المانيا. يعني مين بقى كان قاعد ومبحلق ومركز وبيكتب الكلام ده؟ ايوه هم ولاد ولاد اللي ما يتسموش. شوف سبحان الله، مع ان غرفه الرايخ دي كانت سبب اساسي في شحن المانيا كلها عليهم، بس هم اتعلموا الدرس. قال لك طالما الناس بتجري ورا اي حد ماسك الحديده وبيقول اي كلمه حلوه يبقى سهل وبسيط. فهموا بقى ولاد العم الحوار ده وطبقوه، وبصراحه بصياعه اكتر. ليه؟ لان افلام غرفه الرايخ دي كانت افلام رسائلها واضحه وصريحه، كانوا عالم غشيمه برضه، وده اللي منع انتشارها بشكل كبير جدا بره المانيا. لكن ايه رايك بقى لو عملت لك فيلم حلو وجميل بالابطال اللي انت بتحبهم وحشيت لك في النص كده افكار بقى من اللي انا عاوزها، ولا هتحس باي حاجه؟ لك احنا محوشين كام بس، هاتهم بقى نحطهم في الاعلام والسينما ونقول بقى جواه اي حاجه احنا عاوزين نقولها او نعملها في الفيلم. ولو حد قفش نقول له ايه يا عم في ايه، دي حريه ابداع. وبعدين برضو اي فكره عايزين نقولها مش هنقولها مره واتنين، لا ده احنا نفضل نعيد ونزيد نعيد ونزيد لحد ما الناس كلها تلزق في دماغها الفكره. ولا اقول لك خلينا نبتدي مثلا بالهولوكوست، يعني اعمل لنا مثلا عليه مثلا بتاع خشروبة فيلم. وبعدين السينما فلوسها حلوه، خد بالك احنا مش بنعمل وخلاص. وهنا بقى نبقى ضربنا يعني كل العصافير بحجر واحد. يا ابني ناس مين يا ابني اللي تنتقدنا؟ واحنا نفتح شركه انتاج صغيره؟ يا حبيبي بقول لك كل السينما والاعلام كل الشركات الكبيره، مين بقى اللي هيدور ورانا؟ مين اصلا اللي هيبقى عنده فرصه يتكلم؟ والله العظيم غريب قوي الواد. لو بصيت دلوقتي على اهم شركات الانتاج السينمائي في العالم، MGM، مترو جولدن ماير، مؤسسها مارك سلاوي من اللي ما يتسموش، وورن براذرز اسسها هاري والبرت وسام وجاك وورنر كلهم ما يتسموش، مارفل ستوديوز، مارفل افي ارات، وده بقى من اللي ما يتسموش الاصليين، يونيفرسال اسسها كارل ميل ما يتسماش، ديزني اللي اسسها والت ديزني طبعا، والمدير التنفيذي بتاعها بوب ليجر ما يتسماش، باراماونت اسسها ادولف زوكر ما يتسماش، توين سنشري فوكس اسسها جوزيف تشينك ما يتسماش، كولومبيا بيكتشرز هاري كوهن، جود برانتد ما يتسموش. طب سوني بيكتشرز دي شركه ياباني دي بقى بس مديرها التنفيذي مين؟ توني فينسيكيرا ما يتسماش، واللي قبليه كان مايكل لينتون ما يتسماش برضه، دي سياسه شركه يابا. طيب دريم ووركس مين اللي مؤسسها؟ ستيفن سبيلبرج. ايه ده مش ده المخرج؟ ما انا نسيت اقول لك انه ما يتسماش برضه. ايه ده كل دول؟ ده ربنا نجانا بالحاج احمد السبكي والله، ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. طب معلش دول المؤسسين يا اخي، مين بقى اللي مسيطر على كل ده حاليا؟ لاري فين، المؤسس والمدير التنفيذي لشركه بلاك روك، الشركه اللي تقريبا بتحكم العالم اصلا، شركه لاداره الاصول بتدير حوالي 10 تريليون دولار. بص انا عيني لفت من الرقم، انت فاهم الرقم؟ دي شركه بتسلف دول مش بتستلف منها. الارقام اللي احنا بنتكلم فيها دي اصلا حقيقي تعدي الناتج المحلي
لدول العالم كلها. انت فاهم مثلا شركه زي دي بتعمل ايه؟ طبعا انا مش محتاج اقول لك ان اللي مؤسسها مله اهله ايه، صح؟ لاري فينك وروبرت كابيتو، والاثنين ما يتسموش. في تقرير طلع السنه من معهد الدقه العامه انستيتيوت اوف بابليك اكريسي في واشنطن، بيقولوا ان بلاك روك بالصلاه على النبي كده مسيطره على فوق ال 90% من الاعلام، وغير الاداره هم ليهم اصلا حصص في الشركات دي، زي مثلا نتفليكس وفوكس وديزني وكومكاست وسي بي اس ونيوز كورب وشركه سينكلر اللي هي عندها لوحدها كده 243 قناه على التلفزيون. احنا كده محزمين كل حاجه، الافلام والسينما والاخبار، اي مكان بقى اللي عايزين نقوله هنقوله. ده اكبر تفسير انت ليه ما بتسمعش كلمه بلاك روك في الاعلام، ان هم اصلا اللي مسيطرين على كل حاجه، ما عندهمش عقده النقص يعني. هنتكلم عن ايه؟ فاحنا دلوقتي الاسهل ان احنا نقول الشركات اللي مش بيديروها اللي ما يتسموش، ودول ايه بقى؟ المهم، وعايز اقول لك يعني بالمناسبه ان شركه بلاك روك دي مش مسيطره بس على الاعلام، لا هي لها حصص تقريبا في كل حاجه، طيران بقى، بترول، تعدين، سلاح، عربيات، كله، زي حصصهم في كوكا كولا وبيبسي وتسلا وابل وامازون وجوجل فايزر. فاضل ايه تاني؟ سيب القوس مفتوح. بص فكر في اي حاجه كبيره كده هتلاقيهم معاك كده. اسم مكتوب عندك صح؟ والافلام عن اللي ما يتسموش كتير وكتير قوي كمان، افلام بتجسد لك معاناه ابن العم، حكايات بقى مليانه دماء ورمال ودموع وشموع، اللي يا ولداه متبهدل ومتقطع وطلع خرتيت اللي جابوه منذ بدء الخليقه ومحدش طايقه، لله في لله كده، من اول القدماء المصريين اللي كانوا مسخرينهم عبيد عشان يبنوا الاهرامات. وده فين بقى بالظبط؟ في فيلم اكسيدوس يا جدع، يعني هم اللي بنوا الاهرامات. شفت بقى؟ انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. لحد النازيين اللي بهدلون في كل الافلام اللي بتتكلم عن الهولوكوست، زي شندلرز ليست، لايف از بيوتيفول، لحد العرب كمان اللي مش طايقينهم وعايزين يخلصوا منهم، في فيلم جولدا اللي العرب الاوغاد هجموا فيه على اللي ما يتسموش، قال ايه؟ عشان يستردوا ارضهم، حتى من 1170 سنه قبل الميلاد ما كانش حد طايقهم. في فيلم سيمبسون، بص، اضطهاد افري وير، اي حد بيضطهدهم. اوعى يلا انتوا كلكم عليا ايه؟ يعني كل الناس دي مختلف الازمان والاماكن والاعراق، ما كانوش بيحبوكوا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا اخي. ده كده المشكله مش فيهم، انك انت لو ما بتحبهمش ده معناه ان انت مش عارفهم كفايه، اعرفوهم ما تحبهم. ارجوك تسامحني يا باشا. لا اللي ما يعرفك يجهلك. بس طبعا يعني مش كل الناس ذوقها واحد في السينما، زي ما الناس ذوقها مختلف في الاكل والشرب واللبس، اكيد ذوق مختلف في السينما. بس انت قول لي بس ذوقك ايه ومالكش دعوه. بتحب انت بقى الافلام العميقه والدراما والسيره الذاتيه بقى والحاجات دي؟ عندك فيلم شاندلرز ليست اللي متصنف رقم 6 في قائمه اهم الافلام في التاريخ، وواخد 7 اوسكار. بيحكي عن رجل اعمال نازي اسمه اوسكار شاندلر، اللي في البدايه بقى حب يستغل بقى اليهود بقى وفلوسهم في وقت الحرب ويعمل مصنع بيه، لكن لما عرفهم وقرب منهم الموضوع اختلف، لدرجه انه خسر فلوسه كلها عشان ينقذهم، لدرجه ان في مونولوج في اخر الفيلم كده بيقول فيه ان لو كنت بعت العربيه دي كان زماني انقذت 10 تانيين. شايف ميتين التضحيه؟ بس اكتر حاجه كانت مؤثره، ادوا الاوسكار خاتم عملوه من ضرس واحد منهم، كل من ينقذ انسان واحد كانه انقذ العالم باسره. وعلى فكره دي رساله عظيمه من الفيلم. لحد ما راح بعد الحرب عندهم فين بقى؟ في القدس، خدت بالك؟ وزرع هناك شجره لسه بتكبر لحد دلوقتي. طبعا هنا هم عايزين يثبتوا حاجه تانية انت عارفها كويس، ده غير ان المشهد الوحيد اللي بالالوان في الفيلم هو مشهد النهايه، مشهد للشخصيات الحقيقيه اللي في الفيلم بعد ما دخل اوسكار شاندلر عندهم فين؟ برافو عليك، في القدس. النوعيه دي عشان يحسسك ان كل اللي فات ده حقيقه تماما بالملي. ده ايه ده؟ انا موريك الشخصيات الحقيقيه اهي، مشاهد كلها بالابيض واسود، ومشاهد كلها مهزوزه تماما عشان تحس ان دي مشاهد ارشيفيه. فيلم وثائقي جدا كله ابيض واسود ما عدا ايه بقى؟ طفله لابسه جاكيت احمر عشان يخطف نظرك، تشوفها مره وسط الاكل وهي بتحاول تستخبى، ومره وهي بتموت. ايه مش هتتعاطف مع طفله كمان؟ انت مش بني ادم ولا ايه؟ ولا ما يتعاطفش مع طفله ما يبقاش انسان بقى. انا بقى هعرض لك مشاهد كتير مليانه اطفال اكتر من اللي طلع في كليبات محمد فؤاد. الاطفال دول برضو بيتعرضوا للاضطهاد، بس انا حاسس ان انت مالكش في الافلام القاتمه دي، بس حاجه فرفوشه شويه، شكلك بتحب السينما الاوروبيه. عندي بقى ليك فيلم ايطالي تحفه اسمه لايف از بيوتيفول، الحياه حلوه، اللي متصنف رقم 26 في قائمه اهم الافلام في التاريخ، وواخد 3 اوسكار، اللي بيحكي عن راجل كيوت جميل غلبان وفي حاله وبيعافر في الحياه، بيحب ست غنيه مش من مستواه، فبيحاول يبهرها عشان ترضى تتجوزه، وبيتجوزها وبيجيب منها طفل صغنطوط عسليه كده. بص جميل ازاي، حبيته قوي. اوبس نسيت اقول لك، الراجل الجميل ده من اللي ما يتسموش. سهيت وانا بتكلم والله، معلش الكلام خدني، وهياخدوه على المحرقه دلوقتي.
شفت بقى؟ وهو كل همه ابنه الطفل ونفسيته، وما يحسش باللي بيحصل حواليه. نفسية الطفل دي مهمة برضه. الطفل اللي بعد ما ابوه وعيلته اتبهدلوا وبعدين ماتوا، الضابط الامريكي احتضنه كأنه ابنه المدلل. تفتكر الطفل هنا بيرمز لايه؟ قول انت بقى. ايه ده الفيلم ده ما جابش معاك برضه؟ شكلك عايز فيلم خفيف كده وفيه كوميديا. ها؟ عندي ليك فيلم عن طفل برضه يا سيدي. صدفة ده طفل نازي، فيلم جوجو رافت، وده واخد اوسكار احسن فيلم روائي. وده بيتكلم عن طفل اسمه جوجو عايش في المانيا في الفتره النازيه، ومتاثر جدا بالفكر النازي لدرجه ان صديقه الخيالي هو هتلر، ودماغه بقى محشيه افكار غريبه جدا عن اللي ما يتسموش، زي مثلا ان الشيطان بيحكم دماغهم. افكار غريبه جدا. حتى في مشهد كده الضابط بيوري له سلاح طوروه عباره عن بندقيه فيها راديو، في تلميح يعني كده على ان السلاح ايه كان الاعلام، يعني على انها حرب اعلاميه يعني. حاجه كده يعني زي اللي قلت لك في اول الحلقه، اللي هو شفت الاعلام المضلل ممكن يعمل ايه في دماغ الناس. سو باد يعني، حاجه غبيه جدا. بيكتشف جوجو ان مامته مخبيه بنت من اللي ما يتسموش عندهم في البيت. طبعا رد طبيعي بيبقى عاوز يخلص منها، بس مع الوقت لما بيقرب منها وبيعرفها بيحبها بجد. على فكره ده اللي انا بحبك. I love you. في مثل بيقول لك ايه؟ اللي ما يتسموش لو عرفتهم حبيتهم، لو ما حبيتهمش يبقى ما تعرفهمش. لا ده مثل جدعانه مني كده. حب اللي ما تتسماش، اللي كان كل امنيتها لما الحرب تخلص تعمل ايه؟ انها ترقص. ايه ده مش تنتقم بقى لعيلتها والحاجات الوحشه دي؟ ولد انت فاكرها غوغائيه زيك ولا ايه؟ دي من اللي ما يتسموش، دي محبه للسلام. وطبعا طبيعي زي ما انت بتتعاطف مع الاطفال، طبيعي برضو ان انت تتعاطف مع المرض. ايه رايك في فيلم جولدا؟ طبيعي من اسم الفيلم بيدور حوالين جولدا مائير والقرارات واللحظات الصعبه اللي عاشتها ساعه الحرب وقبل الحرب، وبنشوف حالتها وبنعرف ان هي تيتا طيبه كده وجميله وفي حالها، ناقص بس تديك فلوس كده من ورا امك وتقول لك اوعى تقول لها. ويا عيني اللي كانت بتعمله ده عشان تحقن دماء الشعب، ويا عيني بتيجي على صحتها اللي بتنهار وهي بتصارع السرطان. في الفيلم مثلا بتستنجد جولدا بوزير الخارجيه وبتقول له الحقني يا اخويا، المصريين والسوريين الاحرار قال ايه هجموا علينا وعايزين ياخدوا ارضهم اللي انا احتلتها. الوليه وانا بنخنقها عضتني في ايدي، تاكلش عدوتها. انت تعبتني على فكره. ما بتشوفش الافلام دي كلها؟ ايه ما بتشوفش غير افلام كوميدي يعني؟ حاضر يا سيدي. ايه رايك في فيلم دونت ميس ويز زوان؟ اهو ده فيلم كوميدي وهزلي، والقصه ابسط من البساطه. الراجل ظابط بس راجل خارق، يعني ممكن يقوم بجيش لوحده بعون الله، بس هو بيهاجر لامريكا وبيشتغل حلاق عشان ما بيحبش بقى الحرب والدم والاكشن ده، يعني هو بيحب السلام والوئام والحمام، مع انه كان ظابط في الموساد. هو اكيد ما صحيش لقى نفسه كده، اكيد عدى بقى بتدريبات وبمعارك عشان يبقى ظابط. ما ضحكوش عليه وفاهمين ان الموساد ده يعني اسر منتجه. المهم ان الظابط ده بيهرج طول الوقت، وعسل وكيوت ووسيم وسكسي، والستات بتقف عليه طابور، حرفيا بيقفوا عليه طابور بجد. كل الكائنات بتحبه، ستات بقى رجاله دلافين اي حاجه. ما عجبكش ده هنجيب غيره برضه. المهم ان اي فئه من الافلام هتلاقيها، يمكن فئه واحده بس هي اللي ممكن ما تلاقيهاش، الرعب. لان تقريبا كده الرعب مكانه مش في السينما، الرعب في ارض الواقع. كل الافلام دي امثله مش اكتر، اتكلمت عليها سريعا كده بس عشان ما اطولش عليه. كل فيلم من دول عشان اشرحه باستفاضه ده عاوز حلقه لوحده. ليه بقى هم علوا على شغل جوجل؟ هقول لك. لو انت في يوم من الايام سمعت عن خناقه عندكم في الشارع كده مع واحد اسمه عم احمد وشويه ناس، وعم احمد ده اتطحن، وبعد كده عم احمد يجي يقول لك شفت عملوا فيا ايه؟ بهدلوني. وبعدين كل شويه يجي يوريك هو اتضرب ازاي، اتبهدل ازاي. كل شويه يجي يفكرك بالخناقه اللي هو اتظلم فيها، ويحكي لك قد ايه هو طيب وبيحب الناس، بدليل ان هو لسه مسكن خالتك ام احمد عنده في البيت، والله كانش لاقيين مكان يباتوا فيه. وفي يوم سمعت عن خناقه ما بين عم احمد وناس تانية خالص. لو سالتك من بعيد كده من غير ما نشوف، تفتكر مين اللي معاه الحق؟ اكيد هتقول لي عم احمد. ده الراجل ده كل شويه بيجي يحكي لي ان هو اتظلم. ده بالظبط اللي هم بيعملوه. كل شويه يعملوا فيلم يقولوا فيه ان هم الضحيه، يعرضوا فيه المعاناه اللي هم بيتعرضوا لها، وقد ايه هم كيوت وطيبين ومحبين للخير والسلام. مثلا زي فيلم ذا ريد سي دايفنج ريزورت على نتفليكس، قدر يحكي مهمه عاملينها اللي ما يتسموش عشان ينقذوا الاثيوبيين من ايه بقى؟ من اباده جماعيه. بالظبط اللي هم بينفذوه دلوقتي. هاو كيوت بجد. الراجل ده كانت مشكلته الاساسيه انه مش عاوز يقتل انسان، ما بيحبش بقى القتل والدم والحاجات دي، عشان يرسخ في عقلك الباطن ان هو اللي مجني عليه، عشان لما يجي يوم زي ده ومفيش حد عنده معلومات كافيه عن اللي بيحصل، اول حاجه هتيجي في دماغه عن الهيستوري او التاريخ اللي هو بيشوفه في السينما ان الناس دول هم الضحيه. وهنا انا بتكلم عن العالم كله، مش عن حضرتك انت شخصيا، العالم كله اللي بيجيله السينما بكل اللغات. وطبعا لو اي حد فكر بشكل مختلف بيركب الزحليقه على طول. يعني من كام يوم مثلا ميليسا بيريرا بتاعت افلام سكريم شالت من الجزء الجاي
بس عشان بوست اتعاطف فيه مع غزه. نتنياهو نفسه ساب حماس بقى والحكومه والاكشن اللي بيحصل ده كله وراح يقابل ايلون ماسك. هم نفسهم كانوا بيقولوا انت بتعمل ايه؟ انت ساب كل اللي بيحصل ده وراح تقابل ايلون ماسك؟ مش فاهمين. بس تفتكر يعني ايه اللي يخلي نتنياهو يعمل كده؟ يعني اكيد مش طبعا في عربيه تسلا، ما فيش غير ان ايلون ماسك هو صاحب اكس او تويتر يعني سابقا، سايب الناس تتكلم براحتها. يعني حاجه غريبه جدا، على عكس فيسبوك وانستجرام. هتقول لي فرق يعني يبقى نجيبه. طب هنتفرج على القنوات المتخصصه يعني ولا نعمل ايه؟ لا، انت مسموح لك تتفرج على كل حاجه، بس نتفرج واحنا مفتحين عينينا ومخنا على الاخر وبالهنا والشفا. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك، ولو انت مش مشترك على القناه اشترك وفعل الجرس، ولو انت مشترك الغي الاشتراك واشترك تاني عشان تقدر الحلقات الجديده توصلك في الاشعارات. سلام.